بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أصحاب السمو والفخامة والمعالي، السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، السيد رئيس الحكومة التونسية، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في تونس الجديدة، تونس الكرامة، تونس التي أنجزت ثورة استثنائية في العالم الحديث ستظل مفخرة من مفاخرها المجيدة وأثرا لمجد الزمن وللذاكرة المغاربية والعربية والإنسانية. وأتشرف أساسا بتمثيل جلالة الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي في احتفالات الذكرى الأولى لهذه الثورة المظفرة. جئنا لنشارككم هذا الحدث التاريخي ولنحيي باسم الشعب المغربي ما أنجزه الشعب التونسي العظيم، ما ركمه من تضحيات وما عبر عنه من أداء خلاق، سواء خلال مرحلة التغيير المجتمعي والسياسي أو أثناء تدبير الفذ للمرحلة الانتقالية الذي أبرز وعي القيادة الوطنية التونسية الجديدة المنبثقة عن الثورة وعن سيرورتها المجيدة. لقد تابع شعبنا، شبابنا، نساؤنا ورجالنا وقوانا الوطنية الحية بكل مرجعياتها مسار الثورة التونسية وتداعياتها، فتفاعل معها وتجاوب مع أفقها الديمقراطي الرحب. ولست هنا في حاجة لتذكير أشقائنا وشقيقاتنا في تونس بالذاكرة النضالية المشتركة ضد الاستعمار الأجنبي بالأمس على عهد وحدة الكفاح والمصير، وحدة الخطوات والأفكار والجهود، كما أنني لست في حاجة اليوم للتذكير بأهمية وضرورة تعزيز مكاسب الأخوة العميقة بين الشعبين التونسي والمغربي، وتمتين العلاقات والروابط والصلات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ولقد فتحت الثورة التونسية صفحة جديدة في تونس وفي المغرب الكبير وفي الساحة العربية على أساس البناء الديمقراطي والتعددية وصيانة الحريات، وكذا في أفق توفير الشروط الجيدة لتحقيق التنمية السياسية والحقوقية وضمان أسباب الكرامة والعدالة الاجتماعية. لقد حركت الثورة التونسية الخيال السياسي العربي، فأعطت الأمل من جديد للشعوب والقيادة الوطنية النزيهة الصادقة، كما وفرت للتفكير السياسي والسوسيو-ثقافي العربي درسا بليغا في معنى الإرادة الشعبية القادرة على تغيير المعادلات وإيجاد البدائل واختراق حاجز اليأس وتجاوز الواقع الراكد واستشراف المستقبل. إنكم تنجزون لشعبكم خيار المستقبل، الخيار الوحيد الممكن للبناء والمشاركة والأداء والعطاء الجماعي، الخيار الديمقراطي. ونحن ندرك كم كان هذا الخيار صعبا وقاسيا ومكلفا، ولكنكم نجحتم في إرساء قاعدته المتينة وتوفير شروط الثقة الضرورية لإنجازه. ونحن في المغرب الذين اعتبرنا منذ فجر الاستقلال الخيار الديمقراطي كخيار استراتيجي ساهمت في بنائه القوى الحية لبلادنا، وعملنا على تطويره منذ سنوات الأولى للاستقلال عبر إقرار التعددية الحزبية والحرية العامة والفردية. نحرص الآن على ارتقاء به بقيادة الملك المصلح المجدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي رسخ هذا الخيار منذ بداية ملكه، حيث كانت آخر محطة في هذا الإطار هي إقرار الدستور الجديد للمملكة وتنظيم انتخابات تشريعية أشاد الجميع بنزاهتها وشفافيتها. إن إخوانكم في المغرب ملكا وحكومة وشعبا واثقون في نضج القيادة الوطنية التونسية، في وعيها العميق، في حكمتها المتبصرة، وفي قدرتها الخلاقة على رفع تحديات عاليا لتجعل من تونس نموذجا للديمقراطية والتحديث والنجاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولتمنح لتونس الإشعاع الدافق الذي تستحقه والصورة المضيئة التي تجدر بشعب عظيم صامد بدلا من دمائه وتضحيته من أجل صنع كل هذا المجد الذي جئنا من أجل الافتخار به ولتحيته
ولتأكيد الانتماء إلى أفقه الفكري والأخلاقي. إن تونس توجد هناك في المغرب، والمغرب يوجد هنا في تونس. بلدان معا وشعبان معا ينحدران من شجرة التاريخية نفسها، اختصمنا معا الذاكرة والعهود القديمة، ومشينا نفس الطريق ضد الاستعمار الأجنبي المعاصر. وأنشأت حركتنا الوطنية نفس المكتب المغربي للاتصال والتنسيق بالقاهرة، وحررنا بلدينا في نفس الفترة وتقريبا بنفس الروح ونفس الإنجاز. وها نحن نمشي من جديد على نفس الطريق بنفس المصير وفي نفس الأفق. إن علينا أن نبقى معا سويا في نفس المحطة التي انطلقنا منها بالأمس، على نفس الطريق، نفس الأهداف، نفس الإرادة، نفس الروح التي جمعتنا دائما. لن نختلق من جديد ذاكرتنا الوطنية المشرفة، ولكننا قادرون معا سويا على إثرائها وصياناتها والوفاء لقيمها الخالدة الأصيلة النبيلة، وذلك بالمزيد من جهدنا الأخوي المشترك، بالمزيد من تمتين الأواصر والعلاقات الثنائية، بمواصلة العمل المشترك والحوار المشترك والسير قدما في مشروع بناء المغرب العربي الكبير لمصلحة شعوبنا. إن مشروع بناء المغرب العربي ليس خيارا اليوم، بل يعد ضرورة استراتيجية لتنمية بلداننا، حيث تؤكد الدراسة المؤسسات الدولية المختصة أن البناء المغربي سوف يرفع من نسبة النمو الاقتصادي ببلداننا بنقطتين من الناتج الداخلي الخام، وما أحوج شعوبنا لهذه القيمة المضافة التنموية للاستجابة لحاجيتها المشروعة الاقتصادية والاجتماعية. ولعل هذا المشروع قد أصبح ممكنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بفضل ثورتكم المظفرة وتداعياتها المباركة، وما أعطته من يقين جديد في معنى وجدوى التحولات الديمقراطية. من هنا فإننا في المغرب نعبر لكم مجددا عن تقديرنا العالي لكم وثقتنا فيكم وتمثيلنا الصادق لمنجز هذه الثورة التي ملأت الساحة العربية بالربيع والياسمين والأمل. شكرا لتونس إذن، وكل عام وثورتها منتصرة إن شاء الله بالبناء والأمن والاستقرار والازدهار. المجد لشهدائها الأبرار، والتقدير لكل أبطالها ورموزها وقيادتها الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.